الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معكم أبو فاطمة العرفاني. أقدم لكم اليوم عدة طرق للكشف عن الأحجار والخرز اللي بيها روحانية وفعالة عند شرائها. هذه الطريقة تستفاد منها معرفة الأحجار والخرز بأنواعها، سواء سليماني أو يماني أو جزع أو سلطاني أو حتى الخواتم. الطريقة الأولى: تمسك الخرزة أو الحجر بيديك اليمين براحة يديك، ما تضغط، وتقرأ عليها سورة الإخلاص 3 مرات. وبعد هذا القسم: بسم الله الرحمن الرحيم، أقسمت عليكم يا سكان ويا خدام هذا الحجر أو هذه الخرزة بعز عز الله، بنور وجه الله، بجلال الله، بعظمة الله، بهيبة الله، وبما جرى به القلم من عند الله إلى خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن تبينوا لي عن قوة وطاقة وفعالية هذا الحجر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآل محمد. مباشرة لا حتحس بذبذبة أو طاقة أو قوة أو تنمل أو ثقل بكف يديك، يبين لك إنه هذا الحجر أو الخرزة فعالة وتشتغل. وبطريقة ثانية: تجيب ورقة كلينكس وتخليها فوق هذا الخرزة أو الحجر وتمسكها جيد، وتستعمل معها القداحة، تشعل القداحة قريب منها بحيث بينك وبين القداحة ونارها وما بين الكلينكس تخلي مسافة سنتيم. فإذا الكلينكس احترق معناته إنه هذا الحجر أو الخرزة مو فعالة، وإذا الكلينكس ما احترق وما تأثر بالنار معناته إنه هذا الخرزة أو الحجر فعال. وأكو طريقة تستخدم شعرة من الرأس، لكن على شرط أن تكون شعراية من وسط الرأس، تقلعها وتجعلها طرف من هذا الجهة وطرف من هذا الجهة وتضغط عليها. إذا الشعرة انقطعت معناته إنه هاي الخرزة ما فعالة، وإذا الشعرة ما انقطعت معناته إنه هاي الخرزة فعالة وتشتغل. وفي طريقة تجعلها على ظفرك إبهامك بهاي الصورة وتنظر إلها، إن تحركت واهتزت فمعناته إنه هاي الخرزة فعالة، لكن ثبت يديك جيد وعينك على الخرزة بحيث يديك ما ترجف ولا تتحرك. وإذا الخرزة بقت ساكنة معناته إنه هاي الخرزة ميتة وما تشتغل. هاي عدة طرق قدمتها لكم وأتمنى لكم الفائدة بها، وأسألكم الدعاء مع تحياتي لكم. أبو فاطمة العرفاني.